الفكره كلها ان تشافي وانيستا لو جينا بصينا على البروفايل ده لوحده والبروفايل ده لوحده ده مختلف عن ده تماما. انيستا شخص جريء جدا، بياخد قرارات مفاجاه للكل. تشافي كان العقل بتاع الفرقه. تخيل هما الاثنين مش عكس بعض، هو كل واحد فيهم كان عنده مجموعه ادوار. الادوار دي اتغيرت اكتر حسب المدرب بيطلب منك ايه. بس فكره ان ده كان عنده حاجات ناقصه او ده كان عنده حاجات ناقصه، الموضوع ما كانش بالشكل ده. لا بس انا فاهم قصد بيسو، قصد بيسو اللي هو يعني مثلا انيستا عنده على الهجوم اكتر، بيروح بالكوره على طول على الجون وبيراوغ وبينفذ وبتاع. لا تشافي بيستلم وبيباص وبيعمل ثرو بتاعه ويحضر لعب. لا انيستا بياخد وبيروح ويجيب جوان وبتاع. ماشي تمام، بس برضه هي الفكره هنرجع لنفس النقطه، ان ده كان بيعمل دي وده كان بيعمل دي حسب المطلوب منه وتعليمات المدرب. يعني مثلا ما تقدرش تقول ان كره انيستا هجوميه اكتر من تشافي، لان رقميا ممكن يكون تشافي جايب اهداف قد انيستا،